في فيديو النهاردة معانا واحدة من أكتر العربيات اللي المصريين حرفياً عاشوا معاها سنين. عربية اتقال عليها مش أجمد حاجة بس هتعيش معاك. النهاردة هنجرب نيسان صني ونشوف هل هي عربية تعتمد عليها ولا خلاص بقت قديمة على الفاضي. وقبل ما نبدأ تعمل لايك وتشارك الفيديو عشان تكبر عيلتنا في موتور بالعقل. نيجي بقى للقلب النابض. العربية بتيجي بموتور 1500 سي سي، بيطلع حوالي 104 حصان وعزم محترم للمشاوير اليومية. الجير غالباً CVT، وأيوة ما تتوقعش منه انطلاقة سباق، لكن هيديك سلاسة وهدوء في المشي خصوصاً جوه الزحمة. الصني مش معمول إنها تكسر الطريق، هي معمولة إنها تشغل كل يوم وما تشتكيش. جوه العربية المساحة الخلفية واسعة جداً، وممكن تقول إنها من أكتر الحاجات اللي ناس بتحبها في الصني. الخامات متوسطة، بلاستيك كتير بس مستحمل. التكييف يا جدع ده صاروخ تكييف، واحد من أحسن التكييفات في الفئة كلها على جدها، بس اللي موجود بيقوم بالواجب. شاشة بسيطة على حسب الفئة، حساس لكن ABS، ايرباجز ينوط 15 أو 16 على حسب الفئة. مش هتلاقي رفاهية زيادة، لكنها بتدي الأساسيات اللي تهمك. الصاني معمولة لمين؟ للراجل اللي عايز عربية يركبها يومياً، لشغل، مشاوير، أسرة، مش للسرعة. للراحة والتوفير، العربية اقتصادية جداً في البنزين، وقطع غيارها موجودة في كل شارع حرفياً. ولازم نقول الحقيقة كاملة، عزل الهواء والصوت ضعيف، الخامات جواه مش أفضل حاجة، التسارع متواضع، الشكل بقى قديم شوية. بس كل ده ناس كتير بتسكت عنه مقابل الاعتمادية، لكن المميزات هي اعتمادية مش طبيعية. تكييف جبار، مساحات واسعة، توفير في البنزين، قطع غيار متوفرة ورخيصة. بص يا صاحبي، لو انت عايز عربية حديثة ومليانة تكنولوجيا، الصني مش ليك. لكن لو عايز عربية تتحمل وتقوم معاك الشغل وتفضل ماشية سنين، يبقى الصني من أكتر العربيات اللي تستحق تتفكر فيها. قولولي يا رجالة، لو معاك ميزانية صني هتجيبها ولا شايف في بديل أقوى؟ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان نوصل ل100,000 في أسرع وقت، وما توقفش بنزين دايما.